القرآن الكريم من القاهرة. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. بسم الله تعالى بسم الله نصير الله المنتهى والله المصير. اهلا وسهلا بكم مره تاني في فيديو جديد ورمضان كريم عليكم. في فيديو يعتبر من اكثر الفيديوهات المحببه الى قلبي في شهر من اجمل شهور في السنه. برحب بيك في شهر رمضان، الشهر اللي عنده بتنتهي كل الالام النفسيه، بينتهي عنده الاكتئاب، بينتهي عنده الحزن، اي شيء كان بيضايقك على مدار السنه بينتهي عند الشهر ده. الشهر ده هو اجمل شهر في السنه وشهر ما بيتعوضش، سواء من الناحيه الدراسيه او من الناحيه الدينيه. فازاي يا ترى تقدر تستغل الشهر ده باقصى قدر ممكن، بحيث ولا تهمل الناحيه الدينيه ولا الناحيه الدراسيه؟ وازاي هقول لك ممكن الشهر ده ياثر عليك في نتيجه الثانويه العامه، ممكن يحدد انك تكون من اوائل الثانويه. فاول شيء اللي انت في الشهر ده محتاج كل لحظه فيه، فعشان كده انصحك اهم شيء ان التلفزيون في بيتك ما يتفتحش. دي قاعده اساسيه، لازم التلفزيون في البيت ما يتفتحش في شهر رمضان كامل، ولا سواء رامز جلال انسى، وكمان انسى كل المسلسلات، لان في الاول وفي الاخر دي حاجه تضيع وقتك، وانت محتاج كل لحظه في الشهر. وعاوزك تكون عارف ان المذاكره ما بتاثرش على الناحيه الدينيه خالص، لا بالعكس هما الاثنين بيمشوا في طريق واحد. فهنا اول سؤال، يا ترى اذاكر امتى؟ اذاكر في الصبح ولا بالليل؟ دي بتختلف من واحد للتاني، وكل واحد ليه طريقته، ولكن انا هقول لك على طريقتي ومن وجهه نظري الخاصه. انا عن نفسي كنت من الناس اللي بتفضل ان هي تذاكر من بعد اذان الفجر لغايه مثلا اذان الظهر. الفتره دي فتره ذهبيه خساره انك تضيعها. ليه بقى؟ لان انت المفروض تكون عارف ان مصر كلها اصلا بتصحى بالليل، اللي هو من بعد صلاه التراويح لغايه اذان الفجر مصر كلها بتبقى صاحي، تلاقي الشارع بتاعك صاحي والبيت صاحي والناس بتلعب وفي زيطه حواليك، وانت محتاج جو يكون مليء بالهدوء. ولكن لو جربت انك تذاكر في الصبح من بعد صلاه الفجر، خلاص صلاه الفجر وهتبدا يومك مثلا ورد القران بتاعك في الاول، بعد كده هتبدا تذاكر بعديه، فهتلاحظ ان كأن مصر كلها اختفت، مش هتلاقي حد اصلا في الشوارع الا الموظفين، ودول مش هيعملوا اصلا صوت. فانت هتلاحظ ان الدنيا هتكون هاديه خالص ومفيش اي حاجه تزعجك. وبجد جربها، هي في البدايه هتكون صعبه في اول يوم لانك مش متعود، لكن لو دربت نفسك هتلاقي نفسك الموضوع عجبك جدا ومفيد، وفيه كمان اقصى استفاده 6 ساعات مذاكره صافي، مفيش اي حاجه تقطعك، ودي هتكون اول نقطه. تاني نقطه، ايه الحاجات المهمه اللي انت بتاخدها في الشهر ده واللي انت لازم تركز عليها؟ هو مبدئيا هو الشهر ده زي ما قلت لك هو اهم شهر في السنه من الناحيه الدينيه، ولكن اهم شهر من الناحيه الدراسيه، لان انت في الشهر ده بتاخد الكيمياء العضويه وبتاخد الفيزياء الحديثه وبتاخد البيولوجيا الجزيئيه، ولازم تكون عارف ان الحاجات دي اصلا معظم الامتحان بيكون عليهم. فانت حتى لو مراكم كل اللي فات، فانت جات لك فرصه شوال من الدرجات انك تقدر تلمه، فانت لازم تهتم بيهم. وحته تاني لازم تكون عارف ان احيانا المدرسين ما بيهتموش بالاجزاء اللي اتشرحت في الترم الثاني، وخصوصا شهر رمضان، لانه بيكون فاكر ان انت المفروض مذاكرهم كويس في الاخر، فهو الحاجات الاخيره ما بيهتمش بيها في المراجعه النهائيه. فانت لازم تبقى طالع اصلا من شهر رمضان تبقى مقفل المواد دي ومخلصها ومش سايب فيها اي شيء مش مفهوم. وهنا هنصحك انك لازم في الفيزياء الحديثه يهتم بيها، لانها بهدلتني في المراجعه النهائيه حرفيا، ما كنتش لاممها على مدار الترم. ده مش اهمال مني، الحمد لله كنت بذاكرها، ولكن للاسف ما كنتش مربط القوانين. فانت لازم هتكتب كل قوانين الفيزياء الحديثه في ورقه وانت بتحل في البدايه علشان تبدا تجمعهم في دماغك. اما في الكيمياء العضويه فانت للاسف المشتقات برضو يعني واجهت فيها صعوبه شويه، لان المشتقات فيها كلام كتير وحفظ، فلازم تحفظ، يعني مفيش حل غير انك تحفظ المركبات بتاعت المشتقات. لكن الجزء الاول من العضويه هتلاقيه سهل الحمد لله، وهو اصلا كل اللي انت بتاخده في رمضان بيبقى حاجات مهمه وما ينفعش انك تهملها، لان معظم الامتحان بيجي عليها. ولكن دلوقتي هل دراستي مثلا ممكن هل رمضان ممكن يعطلني عن الدراسه؟ لا طبعا عمره ما هيعطلك عن الدراسه، ده بالعكس ده هيساعدك انك تذاكر اكتر. فانت اي طاعه كنت بتعملها داوم عليها، وهتلاقي دايما ان اليوم بتاعك ماشي كويس خالص. وحتى ورد القران ممكن تقسم بعد كل صلاه هتقرا جزء منه، فهتلاقي جمعت في نهايه اليوم كل المحتوى اللي عليك. وبعد كده سؤال ممكن الناس كله بتسال دلوقتي، انا لو مراكم كل شيء، انا لو ما ذاكرتش حاجه في ثانويه عامه وما عرفش اي حاجه من المنهج، هل في امل؟ لسه في امل ما دام في وقت، ولكن لو هتفضل تصيح لغايه اخر السنه فانت مش هتلم شيء. انت دلوقتي قدامك فرصه فما تضيعهاش من ايديك. انت قدامك دلوقتي الجزئيه الاهم في المنهج في كل المواد، فانت دي اصلا تقدر تلم بيها درجات. بالاضافه لكده انت لو خصصت وقت في اليوم اللي هو مثلا
انت كده كده الصبح الفتره دي اساسيه انك تخلص فيها الحاجات المهمه. ممكن فتره الظهر او فتره بعد العشاء او اي فتره، الفتره دي ممكن تخليها ان انت تذاكر فيها التراكمات اللي عليك. مش لازم تخلصهم في اول يوم، مش لازم تخلصهم في اسبوع، ولكن اهم حاجه انك تكون بتمشي وبتسعى. واوعى تحط نفسك في مجال مقارنه مع واحد زميلك، تقول مثلا انا هروح فين وزميلي فين، ده زميلي مخلص وانا لسه ما بداتش. لازم تكون عارف ان ربنا كريم وربنا عطاء بغير حساب، وعاوزك تكون عارف ان الشهر ده، وزي ما قلت لك ازاي بيقدر يحدد الاوائل بعيدا عن حته المذاكره، العشر الاواخر من الشهر ده فيهم ليله لا يرد فيها الدعاء، واصلا رمضان كله الدعاء فيه ما بيتردش. فانت احرص انك تدعي كل يوم وادعي ربنا باللي نفسك فيه، وربنا مش هيكسف حد. بس اهم حاجه لازم تكون تسعى، ما ينفعش تدعي من غير سعي. اسعى لغايه اخر لحظه، مش مهم انت هتبدا امتى، المهم انك تكون استنفذت الوسع بتاعك وعملت اللي عليك، وقدام ربنا فعلا تطلع تقول يا رب انا ما كانش في حاجه في ايدي اعملها وما عملتهاش. فاحرص انك تعمل اي حاجه تقدر تعملها في الوقت ده. والحاجات لو انت مراكم كميه كبيره من المنهج مش لازم تاخدها نقطه نقطه، عاوزك تاخد الاساسي في كل درس، ومش لازم تاخد تفاصيل في الوقت ده. ولازم ما ينفعش تذاكر درس من غير ما تحل عليه، لانك لو ما حلتش يبقى انت ما عملتش شيء. وعاوزك برضو حتى لو انت مش مراكم حاول تراجع على القديم شويه، علشان لما نيجي المراجعه النهائيه هقول لك ازاي المراجعه دي هتفيدك وهتخليك تتميز عن زمايلك وتطلع من الاوائل. ودايما لسه في فرصه ولسه في امل، وما دام لسه قلبك بينبض ولسه في وقت والسنه لسه ما خلصتش، فاطمن وما تقلقش واستمتع بكل لحظه في السنه. السنه دي اجمل حاجه فيها انك تستمتع بالاجواء، ما تاخدهاش على اعصابك وما تفكرش كتير في الامتحانات، انت مش مطالب الا بالسعي والنتيجه سيبها على ربنا. بس يا رب اتمنى لكم التوفيق ورمضان كريم، يا رب يكون كله شهر سعيد عليكم وتستمتعوا بكل لحظه فيه، وكله يا رب تعيشوه في الطاعات وفي الحاجات الخير كلها. واتمنى لكم التوفيق. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسانيش لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.